حبايبي، قبل ما نبدأ المسلسل تعالوا نصلي على النبي الأول، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. جيت وجبت لكم ملخص لمسلسل جديد اسمه اكتشف ذاتك، ومسلسلنا النهاردة بيتكلم عن بنت قوية جدا عاشت طول عمرها بتدور على حب حياتها، لكن هتحب ولد أصغر منها ب10 سنين. بس تفتكروا هو ده الشخص المناسب ليها؟ طب لو عاوزين تعرفوا أنا بقصد أقول إيه، تعالوا بينا نشوف الملخص مع بعض، بس يا ريت تكملوا للآخر ويلا بينا. يبدأ مسلسلنا بهي وهي في مقابلة مع شخص وبيحاول يفهمها إن سنهم كبر وإنهم لازم يتجوزوا، لكن هي بتقوله إنها عاوزة تقضي حياتها كده من غير جواز ولا حاجة، وبيسيبها ويمشي. وتاني يوم بتروح على شغلها وبتوافق على عدد من المتدربين في الشركة، وبتعرف من زمايلها إن في بنت هتتجوز من اللي شغالين معاهم في الشركة، وبتلاقي البنات كلهم حواليها وبتقف تسمعهم. وتس بتكلم سكرتيرة المدير ليه وبتعرف منها إنه ضيع كلبه ومتضايق جدا علشانه، ده غير إنه هيلغي العقد مع شركتها لأنها ما بعتتش متدرب لشركته. وتس بتقول للسكرتيرة طب بقولك إيه، حاولي تهديه انتي على ما ابعت متدرب دلوقتي حالا. والسكرتيرة فعلا بتحاول معاه، لكن برضه مفيش فايدة أبدا. وفي الوقت ده بيكون كلب المدير ليه موجود في شركة هي، وتس بتروح تقول لهي إنها عاوزة متدرب، وبتسأل على بيوان اللي بيكون لسه في الطريق، وبيكون صاحب أخو هي بيتكلم عن هي وإنه قد إيه معجب بيها. يا ابني دي المديرة بتاعتك. وأخوها بيقول له النهاردة يوم الحظ عند هي، علشان المفروض إنها هتقابل صديقة عمرها اللي وعدته من أيام الكلية إنها هتفضل مستنياه على ما يرجع لها من السفر. وهي بتكون عاوزة تعرف بيوان فين، لكن بيوان بيطلع من عند أخوها وبيقابل زميلته وبيفضلوا يرقصوا مع بعض. وهي بتتصل عليه وبتقول إنها عاوزاه يجيلها بسرعة في الفندق، وفعلا بيروح لها على الفندق وبيلاقيها بتتخانق مع عروسة وبتحاول تقنعها إنها تشيل الزينة، والعروسة بتكون مش مقتنعة أبدا. فبيجي بيوان وبيشيلها هو، والعروسة بتتضايق جدا وبتروح تنادي لخطيبها. والمفاجأة هنا بقى إن خطيبها بيكون هو صاحب هي اللي هي مستنياه علشان يتجوزوا. وبتتصدم طبعا أول ما بتشوفه، وبتفتكر أيام الجامعة وإنها من أيام الجامعة قلبها ما حبش حد غيره، وفضلت مستنياه لحد النهاردة. وطبعا بيقعدوا مع بعض، لا وكمان بيعزمها على فرحه عادي خالص. يا بجحتك يا أخي. وهي بتكون واخدة صدمة جامدة جدا، وبتقعد تفكر مع نفسها وبتقنع نفسها إنها لسه صغيرة ولسه قدامها العمر الطويل اللي هتلاقي فيه شريك حياتها. وفي الوقت ده بتكون ماشية في الشارع، وفجأة بيقع عليها مية من عمال التنظيف من شركة ليه، وهي بتحاول تقنع المدير ليه إنه ما يسحبش العقد من شركتهم، وبيفضل يزعق على تأخيرها. واللحظة دي هي بتستخدم سلاح البنات العظيم وبتفضل تعيط. وطبعا انتوا عارفين ان دموع البنات دي سرها باتع جدا وكلنا مجربينها، لكن هي بتعيط عشان بتكون افتكرت اللي حصل لها طول اليوم وان حد رمى عليها المية. وهنا المدير بيصعب عليه عياطها وبيحاول يسكتها بأي طريقة، وبيقول لها خلاص هجيب لك فستان تاني تلبسيه ومش هفسخ العقد. طب هي تسكت بقى على كده؟ لا ما تسكتش، لانها بتكون اندمجت في العياط خلاص، وهي اصلا من الاول كانت مخنوقة وبتتلكك على العياط، وبتفضل تعيط لحد ما الشركة كلها بيسمعوا صوتها، وبتنزل من الشركة تقعد في الشارع. وبيوان بيروح لها. وتاني يوم هي بتصحى من النوم وبتفتكر انها سهرت مع بيوان، وبتكون شاكة انها تقريبا كده بهدلت الدنيا خالص، وقالت له انها ارتبطت بشخص، وبيفضل يكمل معاه وبتقوله ان حبيبها سابها وراح عشان يتجوز. وبتيجي على اهم حاجة وما بتكونش فاكرة ان كانت حصلت ولا لا، وبيجي لها اخوها وبيصحيها، وبتكون متضايقة جدا وبتطلع عشان تفطر مع العيلة. وباباها ومامتها بيكونوا تقريبا كده مجانين، واخوها بيفضل يحكي لها على حبيبته لانها فضلت تعيط قدام بيته كتير جدا، وبيوريها فيديو وهو مصورها وهي عماله بتعيط، وبتشوف نفسها في الفيديو وهي جايه بتعيط معاه. لا ده عياط، ادوني فرصتي بقى. ولما بتروح الشركه بتلاقي كلب المدير ليه موجود في المخزن، وبتطلع تطبع ورق ان الكلب مفقود، وبينتهز بيوان الفرصه دي وبيفضل يفكرها بالليله بتاعت امبارح، وهي بتفهم انها بوظت الدنيا خالص، بس طبعا ما بتكونش عارفه ايه اللي حصل لانها كانت سكرانه وبتكون ناسيه اي حاجه حصلت. وفي الوقت ده رجل الاعمال ليه بيكون بيدور على كلبه اللي ضايع منه، وهي بتروح على اجتماع مع المدير، وبيكون متضايق جدا من الموظفات ان بسببهم رجل الاعمال ليه كان هيلغي الاتفاقيه معاهم، لولا ان هي اللي راحت له وحلت المشكله معاه. وبيطلعوا من الاجتماع والموظفه دي بتسالها اقنعت المدير ليه ازاي، وبتفتكر انها فضلت تعيط، وبتروح على مكتبها، وبيوان بيروح لها وبيفضل يضايقها وبيقول لها انا موافق اننا نرتبط. وطبعا بيقول لها انها عرضت عليه الارتباط، وانها قالت له ان دي اول مره تتكلم مع حد. ايه الاحراج ده؟ وبيحاول يقرب منها لكن الموبايل بيرن، وبيسيبها وبيطلع بره، وهي بتاخد الكلب وبتطلع من الشركه تدور على صاحبه، وبيوان بيطلع وراها. والمدير ليه بيكون معلق ورق انه هيدي مكافاه للي هيلاقي الكلب بتاعه، وبيوان وهي بيتصلوا على الرقم، وبيجي المدير ليه علشان ياخد الكلب، لكن هي ما بتكونش راضيه تديهوله غير لما يقول اماره، وهي انه بينادي على الكلب باسمه وتشوف هيروح له ولا لا. واخيرا الكلب بيروح له، والمدير بياخد كلبه ويمشي، وهي بتروح على بيتها عشان تشوف الفستان اللي هترجعه للمدير ليه، لكن بتلاقي اخوها خده لحبيبته
أراك توزع من مال أمك. وبتروح تسأله وبيوريها فيديو لحبيبته المجنونة وهي بتقطع الفستان. لا بصي اعمليه هو بطاطس محمرة. وبتدخل على أوضتها وبتسأل صاحبتها هو الفستان ده ممكن يكون متكلف كام واجيبه منين كمان. فصاحبتها بتقول لها ده بيجي بالطلب وبيوصلك بعد شهر. فبتكتب رسالة للسيد ليه انها هتجيبه له بعد شهر، لكن ما بتبعتش الرسالة لما بتلاقي ان الموقف ده هيقلل منها جدا، وبتحط الموبايل جنبها. لكن الكلب بيضغط على الرسالة وبيبعتها، والسيد ليه بيشوفها وبتبعت له رسالة وبتقول له انا اسفة وكلبي هو اللي بعتها. فبيتضايق جدا السيد ليه وبيخلي كلبه يبعت لها رسالة. وبتقوم من النوم وبتلاقيها فبتتضايق هي كمان جدا. وعلى الطريق بيوان واخوها بيمشوا كلبهم، وطبعا بيتكلموا عن هي وبيقولوا انه كان السبب في ان الشباب كلها تبعد عنها عشان كنت ببعد الشباب عنها. وهي بتطلع وبتروح لشغلها، وفي الطريق بيوان بيشوفها وبيفتكر اليوم اللي كانت سكرانه فيه، وبيتضح انها ما بستوش ولا حاجه، لكن بيروح يضايقها بالموضوع ده. وهي بتتكسف جدا وتسبق تكون في الشركه وبتكون واقفه في الاستقبال، وبيجي زميلها جين وما بيديلهاش اي اهتمام وبتدخل تغلس عليه. وبيوان بيقول لجين شكلكوا لايق على بعض جدا، ما ترتبطوا بقى وتخلصونا. وجين بيقول له لا ابدا احنا مجرد اصدقاء. طيب طبعا كده كلنا عرفنا انهم هيحبوا بعض، بس طبعا عمرنا ما هنروح نقول. وبيجي فان زميل هي عندهم الشركه وبيجيب لها عريس كان متجوز قبل كده وبيكون تخين جدا، وهي بتقول له مش هينفع لان انا مرتبطه. وبيسمعهم بيوان وبيجي يمثل ان هو حبيبها، وفان بيصدق وبيمشي على طول. وهي بتكون مبسوطه جدا من بيوان. وفي الكليه بي بيكون معيد رسم، وفي المحاضره شيشي بتستخبى وبي بيقول لها قومي اعملي العرض بتاعك، وبتقوم والكل بيضحك عليها. وبعد المحاضره بيلاقيها طالعه مع سيد ليه وبتحضنه وبنفهم انها مرتبطه بيه، لكن شيشي بتكون بنت اخته. وهي بتروح على شركه السيد ليه وبتسيب له فلوس الفستان في مكتبه، والسيد ليه بيجي وبيشوفهم وبيفهم ان اللي بتعمله ده هدفه فلوس اكتر. ايه يا عم الاعمال بنيات وساعات اصفرات واخضرات. والسكرتيره بتاعته بتكون بنت عمه وبتقول له ان اختك بتدور على عروسه وبتحاول تظبط لك مقابله مع واحده عشان تتجوز. وهي بتكون قاعده بتاكل في بيتها وهي حزينه على حالها، والعيله كلها بيكونوا ملاحظين حزنها. وهي بتاخد كلبها وبتطلع عشان تتمشى شويه، وبعد شويه بتلاقي بيوان جاي بكلبه وبيقعد يتكلم معاه. وتاني يوم تس بتروح لهي المكتب وبتاخدها يتغدوا سوا وبتحاول انها تظبط لها عريس. وبيوان وجين بيشوفوهم وهم مع بعض. وتاني يوم هي بتقوم من النوم على جرس الباب وبتقوم تشوف مين، وبتلاقي بيوان قدامها وبيكون جاي لاخوها. فبتسيبه وبتدخل الحمام، وهو بيدخل اوضتها بحجه ان الكلب في الاوضه. وهي بتطلع من الحمام وبتلاقيه في الاوضه بتاعتها وبتتضايق جدا وبتزعق له. وبيوان بيعتذر لها وبياخد كلبه وبيطلع، وبتفضل هي تلف حوالين نفسها. وبيتغدى بيوان مع عائلتها، وهي بيجي لها شغل فبتضطر انها تمشي. وفي الوقت ده ليه بيتغدى مع رئيسها في الشغل في نفس المكان اللي هي موجوده فيه، وبيتقابلوا في الحمام. وليه بيكون فاكرها بتجري وراه في كل مكان، وهي بتتضايق جدا وبتسيبه وتمشي. وبتقعد مع زمايلها وبيتكلموا معاها على انهم هيدبروا لها ميعاد مع شخص. وليه بيروح يكمل الغدا مع رجال الاعمال اللي هو معاهم، وبيقول لرئيس هي انه شافها في الحمام. ورئيسها بيقول له ما انا اللي ناديت لها علشان حصلت مشكله في الحسابات. وفضل يشكر فيها جدا. سبحان الله عينه لمعت كده ليه معرفش. وبيروح البيت وبيفضل يفكر فيها وبيحس انه تقريبا كده ظلمها. وبيوان بيكون مع زميله جين وبيحضروا شغل للعروسين. وجين بيقول له شكلهم حلو قوي، دول هيخلوني اعيد تفكيري في جواز الصالونات تاني. وفي الشركه هي وبيوان بيكونوا في اجتماع مع المدير، وبعد الاجتماع بيتقابلوا. وهي بتقول له على الميعاد المدبر مع زميلها، وبيكون خايف لا تروح منه. وبيقول لها انا احسن من الغريب، ولسه هيعترف لها بحبه. بتيجي واحده وبتساله على حاجه، وهي بتسيبه وتجري عشان تشوف الكلاب راحت فين. وفي نفس الوقت ليه بيكون ماشي مع كلبه وبيجري منه، وبيروح عند هي. وليه بيدور عليه وبيشوفه مع هي، وبيعتذر لها عن تصرفاته معاه وانه كان دايما بيظن فيها ظن السوء. وهي بتاخد كلبها وبتمشي، وبتكون فجأة احلوت في عين ليه. وبالليل هي بتطلع لبيه اخوها زي الشبح، وبيقعدوا يتفرجوا على فيلم رعب سوا. وبتدخل تنام وبتفضل تفكر في كلام بيوان. وتاني يوم بتروح مع اخوها بيه وبيقنعها انها تخلي بيوان يشتغل في الشركة بعد فترة التدريب، لكن هي بترفض وبيسيبها وبيروح يجيب حاجاته من المكتب. وبيوان بيقابلها وبيبصوا لبعض بنظرات اعجاب، وبيرجع بيه. وهي بتقول له خلاص انا هثبت بيوان في الشركة. سبحان جلاشان. وتاني يوم في الشركة بيجي لهي بوكيه ورد من ليه اللي بيكون واقع في غرام هي وعاوز يلغي الميعاد المدبر. وبنت عمه بتقول له انا هديلك رقم البنت واعتذر منها. وهو بيتصل وبيلاقيه رقم هي، وبيكون مبسوط جدا انها نفس الشخص اللي هو هيقابله. وفي المحاضرة بيضايق شيشي وبياخد غيابها. وبعد المحاضرة شيشي بتروح مكتبه عشان تعمل خطة صعبانية بجد، وبتحط صبغة على الكرسي بتاعه وبتسمع صوته وهو رايح المكتب، وبتستخبى ورا الباب وبتلاقيه بيتكلم مع
مع صاحبته على انها تخلصه من حبيبته اللي بتعمله مشاكل، وصاحبته بتمشي وبيقفل الباب وبيلاقي شيشي واقفه ورا الباب وبيفهم انها سمعت كل حاجه وبياخدها عشان يتكلم معاها، وللاسف بيقعد على الكرسي وطبعا بيلزق وشيشي بتطلع تجري، وهي وتس بيروحوا السوق وبيجيبوا لبس، وتس بتحكي لها عن حبيبها بياع الورد وبيحاسبوا على الحاجه وبيطلعوا وبيشوفوا بيوان وهو قاعد مع اصحابه، وقبل ما تس تناديله هي بتقول لها لا سيبيه يتبسط مع اصحابه، وبيمشوا هما وبيلاقوا الدنيا بتمطر ومفيش غير عربيه واحده بس، وتس بتركبها وبتمشي وهي بتكون لوحدها والناس كلها بتجري للعربيه وبيخبطوها، وقبل ما تقع بيوان بيلحقها وبيعترف لها بحب. ومعايا كده بقى لحظه كل السناجل يغمضوا عينيهم عشان مالناش دعوه احنا بيهم، وبتتكسف منه جدا، واول ما بتلاقي عربيه بتمشي على طول. وفي البار ليه بيكون قاعد مع صاحبه وبيخطط ازاي هيوقع هي في حبه، لانه اخيرا ما صدق لقى الانسان اللي يحبها، وهي بتحاول تقول لاهلها على اللي حصل معاها لكن محدش بيديها اي اهتمام. وتاني يوم بتكون في الشركه وبتعرف ان بيوان ما جاش، وفي البريك بتعرف ان عيد ميلاده النهارده وهو تعبان جدا في البيت لوحده، وبتقرر انها تروح تشوفه، وفعلا بيوان بيكون تعبان وهي بتروح له وبتعمل له اكل وبتديله الادويه بتاعته وبتسهر جنبه لحد ما بيكون كويس، وبعدين بيحتفلوا بعيد ميلاده وبيوان بيقرب منها وكلنا نغمض عينينا يا جماعه. وتاني يوم هي بتصحى من النوم وبتروح على بيتها، واهلها بيكونوا عارفين انها كانت عند بيوان عشان تعبان وان هو زي اخوها الصغير. ايوه امال على يدي. وبتلبس لبسها وبتروح على الشركه واخوها هو اللي بيوصلها، واول ما بتشوف بيوان بتضحك، لكن بيوان بيتعامل كأن مفيش اي حاجه حصلت، وهي بتروح المخزن وبيوان بيروح وراها وبيطلب منها تقول له اذا كانت بتحبه ولا لا، وبيقول لها قدامك يومين عشان تردي عليا، وموضوع ميعاد المدير ده لازم تنساه. وليه بيكون واخد شيشي وبيحكي لها عن هي وانه معجب بيها جدا وبيخططوا هيعملوا الفرح فين. لا ده انت خيالك واسع قوي. وفي الشركه تس بيجي لها زي كل يوم وكالعاده بوكيه الورد، وبتلاقي نفس الرساله في البوكيه مع المندوب وبتروح وراه وبتشوفه هيوديه فين، وبتلاقيه بيسلمه لبنوته تانية في الشركه وبتروح تسالها عليه وبتقعد تتكلم معاها وبتعرف ان حبيبها هو نفسه حبيب البنت دي، وبيعمل كده مع كل البنات. وتس بترجع على شركتها وبتكون متضايقه جدا، وجين بيعرف انها سابت حبيبها وهي بتسمعها وهي بتحكي له وبتخليها تروح بدري من الشغل، وبتروح هي البيت وبتجيلهم جارتهم اللي بتديهم سبوع بنتها وبتفضل تتكلم عن الجواز والارتباط، وطبعا هي بتكون محروجه جدا وفي نص هدومها لحد ما بيجيلها اتصال من صاحبتها وبتروح عشان تقابلها، وبتلاقي ان صاحبتها الحامل دي عاوزه تشرب ويسكي وبيحاولوا انهم يمنعوها، وهي بتكون دماغها ناشفه زي الحجر لحد ما جوزها بيكلمها وبيضحك عليها بكلمتين وبتروح على بيتها عادي جدا. وتاني يوم هي بتقوم وبتحضر نفسها وبتلاقي باباها ومامتها بيتخانقوا كالعاده يعني، وبتوصل المطعم، والمفاجاه بقى انها بتلاقي ان السيد ليه هو نفس الشخص اللي واخد معاها ميعاد، وبتقعد تقوله انها جايه علشان تعتذر منه علشان هي بتحب شخص تاني. بوم. وليه بيحاول ان هو يتكلم معاها ويعرف منها علاقتها عامله ازاي علشان ليه مستحيل يقرر ان هو يسيبها خالص. وبيوان بيكون في عيد ميلاد صاحبته شيشي وبتعترف بحبها لبيوان، لكن بيوان بيقول لها ان هو بيحب واحده تانية وانه مستني ردها، وبيطلع بيوان يوصلها للأتوبيس. وشيشي أول ما بتركب الأتوبيس بتفضل تعيط. وتاني يوم ليه بيروح يصحي شيشي وبيقعدوا يشكوا همهم لبعض، وبيحكي لها اللي حصل في المقابلة مع هي وإنه نصحها إنها تخلي العلاقة اللي بينها وبين حبيبها في السر، وخصوصا إنه أصغر منها ب10 سنين عشان حبيبها هو اللي يزعل منها ويسيبها. فعلا خطة صعبانية. وفي نفس الوقت هي بتبدأ تنفذ الكلام وبتقابل بيوان وبتقول له إن علاقتنا هتفضل في السر، لكن بيوان بيتضايق منها جدا وبيرفض وبيسيبها ويمشي، وبتحاول تكلمه لكن بتسكت. وليه بيكلمها عشان يعرف اللي حصل، وبيعرف ان حبيبها اتضايق منها وبيقوم يرقص من فرحته يا ابن اللئيمه. وبالليل بتقوم علشان تشرب وبتلاقي مامتها وبتاخد رايها في العلاقه السريه، ومامتها بتقول لها انه غلط وانه الشخص اللي عرض عليك الفكره دي شخص ما عندوش مسؤوليه. وتاني يوم هي بتروح الشركه وبتجازي واحده من الموظفين بسبب تقصيرها في شغلها لانها حامل، وبتطلع تشوف بيوان وبتطلب منه يتغدى معاها، لكن بيوان بيتهرب منها وبيمشي. وبتلاقي رساله من ليه انهم يطلعوا يتغدوا مع بعض، وفعلا بتطلع عشان تتغدى معاه وكأنهم أصحاب وبينصحوا بعض. وبيوان بيخلص شغله وبيروح يلاقي هي مستنياه تحت البيت وبياخدها وبيطلع البيت، وبيكون متضايق منها جدا وبيقولها أنا فعلا بتهرب منك بسبب كلامك معايا، وبتحاول تقنعه بالعلاقة السرية. وبيوان بيزعق لها وبتتضايق جدا وبتقوم تمشي، لكن بيوان بيوقفها وبيوافق ان علاقتهم تكون سرية لكن لمدة 3 شهور وبس. ويلا يا جماعة معايا السناجل كده عشان يغمضوا عينيهم. وتاني يوم بتروح الشركة وهي سعيدة جدا وبتروح عند بيوان وبيديها ورقة من تحت الترابيزة وبتدخل مكتبها وبتتكسف جدا.
وليه بيروح عشان يتغدى مع شيشي وبيشكوا همهم لبعض، وبيوان بينشر صور ايده وايد حبيبته، وليه وشيشي بيعرفوا في نفس الوقت. وفي كلية تس بيكون معاه اصحاب شيشي وبيعرف معلومات عن شيشي، وبيقولوا انها بتحب بيوان، لكن بيوان ارتبط ونزل صورة النهاردة، وبيشوف الصورة وشيشي بتوصل الكلية وبتلاقي اصحابها بيتكلموا عن رفض بيوان لحبها، وبتكون زعلانة جدا وبتحكي لصاحبتها عن اللي حصل. وفي بيت هي بيكون الكلب مستنيها عشان تطلع تمشيه، وبتطلع وهي حاطة ميك اب كتير جدا، واهلها بيستغربوا، واخوها بيقول لها ان بيوان ارتبط بس مش عارف مين البنت اللي ارتبط بيها. وهي بتطلع تقابل بيوان وبتقول له ما ينفعش تنشر صور تاني، وبيتمشوا سوا، وليه بيكون قاعد مع صاحبه وبيكون مصمم على اعجابه لهي. وتاني يوم بيروح شغله وبيبدأ تصوير مع العارضات، وبتجيله السكرتيرة بتاعته وبتقول له ان اختك عاوزة تدبر مقابلة تانية، وبيقول لها لا خلاص المقابلة الاولى نجحت. وتقريبا كده بتتصدم وبتطلع تقابل تس، وتس بتعرف منها ان مديرها ارتبط بهي، وهي بتتضايق ان هي ارتبطت بحد وسيم وغني بالشكل ده. وفي الكافيتيريا هي وزمايلها بيكونوا قاعدين يتغدوا، وبيوان بيروح يتغدى معاهم وبيقعد جنبها وبيقرب منها، وبيطلع يروح الجامعة عند بي، وبي بيسأله عن حبيبته، وبيوان قال له هعرفك عليها بعد 3 شهور. وهي بتكون مستنية بيوان في السينما، واول ما بيجي بتديله ورقة تعليمات لعلاقتهم انه ما يقربش منها في مكان عام ولا في الشركة ولا ينزل صور، وبيوافق بيوان على كل شروطها، وبيدخلوا السينما سوا وبيتفرجوا على فيلم رعب، وهي بتلاقي كل البنات اللي في المكان مرعوبين، لكن هي عشان قاتلة كده بيكون بالنسبة لها عادي خالص، وبتفضل تتخيل مشاهد رومانسية في عقلها ملناش علاقة بيها خالص. وبيطلعوا من الفيلم وبيوان بيكون عارف ان هي بتحب افلام الرعب وانها ما بتخافش منها ابدا، وبيطلع يوصلها لحد الباب وبتمشي، وبتلاقي ليه بيتصل عليها علشان تشوف كلبه، وبتروح تلاقي الكلب تقريبا كده عاوز يتجوز حتى انت كمان، وبتقعد معاه شوية، وليه بيعرف انها كانت في موعد مع حبيبها، وبيطلع يوصلها بالعربية. ولما بيوصلوا عند بيتها للأسف جارتها بتشوف ليه وهو معاها، وبتكون فاكراه حبيبها، وبتسأل هي مين ده، وبتقول لها ده صديقي، لكن طبعا جارتها مش بتصدقها. وتاني يوم جارتهم بتقول للجيران كلها انها شافت هي مع حبيبها، ومامتها بتكون معدية وبتسمعها، وبتكون عاوزة تعرف هي شافت ايه بالظبط، وبتسألها عن التفاصيل، وبتستغرب جدا ان هي ما حكتلهاش اي حاجة. وبتطلع البيت وبتلاقي هي طالعة مبسوطة، وبتروح على شغلها، وبتفهم ان في حد في حياتها. وهي رايحة شغلها في الطريق بتقابل بيوان، وبيكون قاعد مستنيها وبيجيب لها ورد، وبيمشوا سوا وشوية رومانسية بقى وكده مالناش دعوة بيها خالص. والكارت اللي كان في الورد بيقع، وبتفضل تدور عليه، وبتدخل المخزن، وبيوان بيروح وراها وبتقوله ان الكارت اللي ضاع ده لو حد لقاه انا قلبي هيقف. وبيوان بيتضايق جدا عشان بيحاول يخليها مبسوطة، بس تقريبا كده بيبوظ لها الدنيا كلها. وفي البيت اهل هي بيكونوا متجمعين وعاوزين يعرفوا مين اللي دخل في حياة هي جديد، وهي بتكون مش هتتعشى معاهم وهتتعشى مع زمايلها في الشغل. ومامتها بترن عليها وبتسألها لو هتيجي هاتي معاكي الدواء بتاع باباك، فهي بتضطر انها تسيب صحابها وتقوم تمشي عشان تجيب الدواء بتاع باباها، واصحابها بيروحوا يكملوا سهرتهم. وتس بتكون سكرانة ومتضايقة جدا ان ليه ارتبط بيها، وبتحكي لبوان ان هي مرتبطة، وبيسمع الخبر من هنا وبيتصدم من هنا، وما بيعرفش ينام طول الليل من التفكير. وتاني يوم بيطلع عشان يجري مع بي، وبي بيقول لبيوان راقب هي في المكتب، لازم نعرف هي مرتبطة بمين بالظبط. كان على عيني يا اخوي. وبتصحى هي من النوم وبتلاقي مامتها وباباها عاملين لها وليمة اكل على اساس تحكي لهم يعني حاجة، بس ما بتجيب لهمش سيرة اي حاجة من الموضوع اصلا، وبتشكر فيهم جدا انهم احسن اهل في الدنيا. وليه بيقوم من النوم وبيلاقي الكلب بتاعه مبوظ له الدنيا كلها وبيتضايق. وفي شركة هي بتدخل المخزن وبيوان بيدخل وراها وبيسألها عن الشخص اللي فيه ميعاد مرتب بينهم، وهي طبعا بتبوظ الدنيا خالص ومن غير ما تحس، فهو بيتضايق منها. وبتلاقي ليه بيتصل عليها وعاوزها تيجي المستشفى عشان تقعد بالكلب، لان هو بيكون عاوز يروح على الاجتماع، وبتاخد الكلب وبتقعد بيه، والكلب بيضرب الكلبة اللي قاعدة جنبه، وصاحبتها بتفضل تصرخ وبتاخدهم على الاسم. هي شيخة مش الدرجات دي يعني. وليه بيروح لها على الاسم، ولما بتطلع بتقف وهي زعلانة لان بيوان زعلان منها، وبيعرف ليه هي زعلانة ليه، وبيحاول يحل المشكلة عشان يخليها مبسوطة، وبياخدها يوصلها في مكان قريب من بيتها، ايوه عشان ما يقابلوش جارتهم الحشرية دي، على فكرة عند الناس كلها الجارة دي. وبيستناها لحد ما توصل البيت، وبيشوف باباها وهو بيمشي الكلب، وبيقول اخيرا شفتك يا حماية، هو انه فيهم يا. وتاني يوم بتروح الشركة وبتلاقي الموظفات بتتكلم عن صديقة بيوان اللي بتكون جاية عشان تعمل شغل في شقتها، وبيوان هو اللي هيعمله لها، وهي بتتضايق جدا من كلامهم. وبيوان بياخد صاحبته شيشي وبيروح يشوف الشقة محتاجة ايه، وهي بتاخد تس وهي متضايقة جدا، وبتقول لها انت ماشية في الشركة وعمالة تقولي اني مرتبطة بالسيد ليه، انا قلت لك اصلا ان احنا اصدقاء وبس، واصلا هو بيحب واحدة تانية. وبترجع تس عينيها تلمع تاني وبتفرح جدا وبتعتذر ليه عن اللي عملته، وهي بتروح تستنى بيوان عشان تفهمه اللي حصل، وبيتخانقوا تاني، وبيوان بيقول لها انسي الموضوع وبيمشي وبيسيبها، وهي بتفهم ان هو انفصل عنها.
عنها وبتقعد تفكر مع نفسها، والمفروض ان الموضوع مش فارق معاها خالص. وفجأة بتفضل تعيط لحد ما بيجي بيوان وبيصالحها وبيبدأ يسمعها ويفهم منها الموضوع صح، وهي بتكون مبسوطة جدا وبتاخد شنطتها وبتروح. وتاني يوم هي وصاحباتها البنات واخوها بي بيروحوا يتغدوا كلهم سوا، وليه بيتصل على هي عشان عاوز يجيب هدية لحبيبته، وبي بيبعت بنت صاحبتهم علشان تتصنت على هي وتعرف هي هتروح فين. وبعد ما بيخلصوا اكل بتطلع هي وبتقابل ليه في المول علشان تنقي معاه الهدية، وفي نفس الوقت بي بيكون في المول وعاوز يعرف هي بتقابل مين. وبتقف شيشي في المول وبتدور على عمها وبياخدها وبيأكلها حلويات، وهي بتخلص وبتطلع الجراج وبتشوف عربية اخوها وبتسأل اصحابها وبتقول لهم الله هي عربية بي في الجراج ليه؟ فاصحابها بيقولوا لها ان هو بيراقب لانهم شاكين انك دخلتي في علاقة سرية. وليه بيكون جاب سلسلة لحبيبته وسلسلة لهي وبتلبسها وبتقول له حلوة جدا هلبسها لحبيبي بكرة. بوم يا عيني ده اتصدم. وبتوصل البيت وبتقرر تحكي لاهلها علاقة ليه بدأت معاها ازاي، واهلها بيطمنوا. وليه بياخد شيشي وبيفضل يشكي لها همه وبيديها هديتها وبتكون معاها من نفس السلسلة اللي مع هي. وبيوان وهي بيروحوا على النادي عشان يلعبوا كرة الطايرة، والكرة بتيجي في هي، والبنات دول بيكونوا معجبين بيوان جدا وبيلعبوا معاه. وفي الغرفة اللي بيغيروا فيها الملابس هي بتسمع البنات وهم بيتكلموا عليهم وان اكيد العلاقة اللي بينهم علاقة مصالح، وهي بتسمع الكلام ده كله وبتمشي وهي زعلانة. وبتلاقي بيوان بيتكلم في الموبايل وبيكون شكله متوتر جدا وبيقفل الموبايل اول ما بتيجي. وهي بتقول لي بيوان هنروح بيتك عشان نعمل الغدا، وهي بتدخل المطبخ وعينك ما تشوف الا النور بتبوظ الدنيا كلها. وبيدخل بيوان وبينقذها وبيعمل هو الاكل بدلها وبيقعدوا ياكلوا سوا. وفجأة ما بتلاقيش السلسلة بتاعتها وبتفضل تدور عليها لكن فعلا مش بتلاقيها وبتقعد تكمل الاكل. وتاني يوم بتصحى من النوم على رنة ليه وبتقوم غلط ورقبتها بتتعبها وبتنزل وبتلاقي ليه مستنيها وبياخدها وبيمشي. وتس بتقابل البنت اللي كان بياع الورد بيخونها معاها وبتعرف منها ان بياع الورد بيعمل كده مع كل البنات، وبتحكي لها ان صديق واحدة من البنات دي جه وضربه. وبتفتكر جين لما جه الشركة وهو مضروب ومرضاش يقول ايه اللي حصل معاه واتضرب كده ازاي. وتس بتكلم هي علشان يطلعوا يتغدوا مع بعض وبتعتذر لها على اللي حصل منها بسبب الكلام اللي قالته في الشركة، وبتحكي لها اللي جين عمله مع بياع الورد. وتس مش مقتنعة ابدا انه بيحبها لانهم اصحابه وبس، وهي بتروح عشان تكمل شغلها في الشركة لحد وقت متأخر جدا. وبيوان بيروح لها وبيلاقيها تعبانة بسبب رقبتها وبيعمل لها مساج. وفجأة المدير بيدخل عليهم وبيزعق لها لانها بترهق نفسها في الشغل وبيمشي. وبتروح البيت وبتقعد مع اخوها وبتحكي له عن ليه وبتقول له اسمع لو عاوز تعرف اي حاجة بعد كده ابقى تعالى قول لي واسألني انا. وبتبدأ تحط كريمات عناية البشرة ولسه بتقول انا عاوزة اخس بتلاقي اخوها جايب لها اكل زي كل اخ وبتقعد تاكل معاه، ده المعتاد. وتاني يوم ليه بيجي لها تحت البيت وباباها ومامتها بيطلعوا من الشباك علشان يشوفوه بس مش بيقدروا يشوفوا وشه، وهي بتكون متضايقة جدا من ليه لانها فاهمة ان معاملته الزايدة ليها دي مش معاملة اصحاب خالص. وليه بينزلها من العربية وبيتمشوا سوا، واصحاب شيشي بيحطوا للبنات اللي ضايقوا شيشي مادة للكحة. وبتيجي شيشي وبتشوف صحابها بيعملوا ايه، وبعد شوية بيسمعوا صريخ اصحابها البنات. وليه بيكون في المول بيشوف الشغل وبالصدفة بيشوف هي وبيوان وبيصورهم. وبعد شوية بيكلم هي وبيبعت لها الصورة وبيعرفها انه شافها. وبيوان بيقعد معاها وبيجيب لها سلسلة هدية وبيروح ليه وبيفضل يفكر ويخطط ازاي هيقدر ياخد هي من الولد ده. وبيلاقي شيشي بعتله صورة وبتكون صورة بيوان وبتعرفه ان هو ده الشخص اللي هي بتحبه، فبيتصدم ليه. وبعد شوية بيلاقي هي جاية عنده وبتحاول تصالحه وبتتأسف له انها فهمته غلط. وتاني يوم تس وهي بيروحوا عشان يتغدوا مع بعض وبيتكلموا عن شباب الشغل وبيشوفوا السلسلة بتاعت هي وبيلاقوا ان تكلفتها عالية جدا. وبتروح تقعد مع نفسها ولما بتحسبها بتلاقي ان راتب بيوان كله راح في الهدية دي، فبتشغل دماغها شوية وبتروح تبيع السلسلة وبتكلم بيوان وبتقول له هستناك في البيت. وبيوان بيكون مع جين في الشغل وهي بتشوف ايه اللي ناقص في البيت وبتجيبه. وبيوان بيخلص شغل مع جين وبيجيله اتصال وبيمشي بسرعة وجين بيروح وراه لانه بينسى معاه المقياس وبيلاقيه قاعد مع واحدة وبتديله شنطة وهي بتكون مستنياه في البيت لحد ما صاحبتها بترن عليها وبتقول لها انا وبنت صاحبتك عندك في البيت. فهي بتكلم بيوان وبتعرفه انها هتمشي وبتروح هي على البيت وبتلاقي صاحبتها وبنت كمان بيتغدوا مع اهلها. وبتيجي جارتهم الحشرية دي وبتعجب بصاحبتها جدا وبتفضل تتكلم معاها وبيدخلوا على الأوضة وهي بتكلم بيوان وبتسيب الموبايل وبتروح تاخد شاور. وصاحبتها بتشوف الموبايل وبتقرا الرسالة وبتتصدم لما بتشوفها. وبيوان بيوصل البيت وبيلاقي ان هي ملت له البيت كله اكل ومستلزمات شخصية كمان وبيبعت لها رسالة وبيشكرها فيها. وطبعا صاحبتها بتشوف الرسالة وبتعمل نفسها نايمة قبل ما هي تشوفها
تشوفها. وتاني يوم هي بتجهز نفسها عشان تروح على فرح صاحبها فان، وبتشوف اصحاب المدرسة هناك وبيفضلوا يتكلموا ان فان كان بيحبها جدا وانها فضلت السنين دي كلها تستناه، وفي الاخر اتجوز واحدة غيرها وقالت لهم ان انا عندي حبيب دلوقتي، وقالت لهم كده لانها قصدها تسكتهم. وفان بيجي وبيأكد لاصحابهم ان عندها حبيب فعلا وهو شافه معاها. وهي بتخلص الفرح وبتروح تستنى بيوان عند الشط وبتجهز نفسها انها ازاي هتقوله انها باعت السلسلة. وبيوان في الاخر بيجي وبيهزر وبيضحك معاها وما بيعرفش حاجة خالص. وفي الكلية بي ما بيبطلش يغلس على شيشي في المحاضرة، وبعد المحاضرة شيشي بتروح على مكتبه وبتقوله انت كويس وبتهتم بيا بس انا مش هعرف اكون معاك، هو في حد كلمك يا ستي؟ وهي بتروح على الشركة وبتكون تعبانة جدا وتيس بتاخد بالها وبتجيب لها حاجة سخنة. وفي نفس الوقت ده لي بيكون في الطريق وبيمشي الكلب بتاعه وبيشوف بابا هي هو دايخ مع الكلب وبيمسكه وبيتمشى معاه وبيوصله لحد البيت وبيعرفوا ان عنده صديقة في نفس العمارة دي واسمها هي محاسن الصدى. وتاني يوم هي بتحاول تتصل بالمحل اللي بعت عنده السلسلة وبتلاقيها اتباعت، وليه بيكون طالع البيت مع باباها وبيعرفهم على نفسه ومامتها حبته جدا. وهي بترجع على البيت وبتلاقي ليه قاعد مع اهلها وبتتصدم اول ما بتشوف، وبعدين بياخدها وبينزلوا يتمشوا وبتحكي له اللي عملته في السلسلة وبتقوله انها عملت كده عشان توفر فلوسها لبيوان، وبتسأله على حبيبته وبتفضل تضحك عليه. وليه بيقول لها انا مش عارف هو ليه الانسانة اللي انا بحبها مش حاسة بيا، فهي بتقعد تنصحه وبصراحة انت اكتر انسان مناسب للنصيحة دي. وتاني يوم في الكلية سوينج بتشوف خبر في الجامعة عن شيشي وعن ارتباطها براجل عجوز، وبي بيجي وبيقعد معاه وبتحاول تعرف وجهة نظره عن العلاقة بين البنت والشاب لما تكون البنت هي اللي أكبر من الشاب، وبيقول لها إنها علاقة تقريبا فاشلة. وفي شركة هي بتكون قاعدة مع البنات وبيتكلموا عن الشباب اللي في الشركة وبيضحكوا، وبعدين بتروح تتكلم مع بيوان على السطح علشان تفهمه إنه ما يجيب لهاش تاني هدايا فوق طاقته. وبيوان بيكون مبسوط جدا وبيطلب منها إنها تلبس السلسلة بكرة، وبيروحوا البيت وبتتجمع مع سوينج واخوها وبيلعبوا كوتشينه سوا وهي اللي بتكسب وبتفضل تضحك عليهم. وتاني يوم في شركة لي بيتكلم مع السكرتيرة بتاعته وبيقنعها ان علاقته كويسة جدا مع هي، وبيقول لها وانا هثبت لك وهتشوف. وهي بتوصل الشركة وبتاخد طرد من الاستقبال وبتنادي على بيوان عشان تقول له انها باعت السلسلة، لكن لي بيتصل عليها عشان تعزمه على الغدا لانه جاب لها سلسلة، لكن هي بتقفل في وشه وهي بتكلم بيوان وبتفتح الطرد وبتلاقي ان لي باعت لها سلسلة، وبتفهم انه كان بيكلمها عشان تعزمه على الغدا، وفعلا بتاخده على المطعم وبتحول له فلوس السلسلة وبيتغدوا مع بعض. وشيشي واصحابها بيتخانقوا مع بنات في السكن بسبب المنشورات اللي اتنشرت على صفحة الكلية، والبنات بتفضل تستفزهم لحد ما شيشي بتغضب جدا وبتقوم وبتفضل تضرب فيهم، وبيتحولوا للتحقيق قدام دكتور سوينج. وصاحبة شيشي بتنادي على بي علشان يلحق شيشي قبل ما تتحول للتحقيق يعني، وبيحاول يعرف مين اللي نشر الصور دي وبيعمل عليهم لعبة عشان يعرف مين اللي عمل كده، وفعلا بيقدر يعرف انها البنت اللي ضربتها. وهي في الشركة بتطلع تقف مع واحدة من الموظفين وبتعرفها اخبار العلاقات في الشركة ايه، وبتتكلم عن بيوان وبتقول ان هو اكيد بيخرج مع حبيبته، وهي بتتضايق جدا. وفعلا بيوان بيكون مع شيشي وبيعرفها اخر دروسهم، وبتكون سرحانة جدا في ان استاذ بي ساعدها، وبيوان بيقول لها طب روحي اشكريه وبيمشي ويسيبها. وبتفكر شيشي تعمل ايه، واخيرا بتقرر انها تدخل عربية بي وتستخبى فيها، بس بتلاقي الدكتور سوينج بتركب معاه وبتفضل مستخبية في العربية. وبي وسوينج بيوصلوا على البيت وبينزلوا يمشوا الكلب، وشيشي بتكون محبوسة في العربية وما بتعرفش تطلع. وهي وبيوان بيكونوا في البيت وبيوان بيدخل ياخد شاور وهي بتسأله كنت مع مين، وبيقول لها انه كان مع شيشي وبتكون غيرانة عليه جدا. وسوينج وبي الكلب بيجري منهم قدام بيت بيوان، وبي بيتصل على بيوان عشان يطلع الكلب بتاعه معاه، وبيوان بيقول له انا عندي ميعاد وبيقفل بسرعة. لكن قبل ما بيمشوا بي بيشوف النور قايد في شقة بيوان وبيعرف ان حبيبته معاه، وبيكون حابب يطب عليهم لو النبي ده الا انت، وفعلا بيطلع على عندهم. وسوينج بتبعت رسالة لهي علشان تستخبى لكن ما بتشوفهاش، وبيدخل بيه الشقة وبيحاول يشوف حبيبته، لكن سوينج بترن على بيه وبتقول له ان الكلب هرب منها وبيضطر بسرعة ان هو ينزل لها. وهي بتطلع من الأوضة وبتشوف الموبايل وبتعرف ان سوينج عارفة بعلاقتهم، وبتروح البيت وبتلاقي سوينج مستنياها في أوضتها وبتضطر تحكي لها كل اللي حصل وانها فعلا بتحب بيوان، وصاحبتها بتقول لها امشي ورا قلبك. وبي بينزل وبيجيب المنظفات اللي جايبها لمامته من العربية، وبيشوف شيشي وبياخدها يجيب لها اكل وبيعرف منها كل اللي حصل وبيقول لها تمشي، لكن شيشي ما بتصدق وبتكون عاوزة تنام عنده في بيته. وتاني يوم بتكون في الحمام وهي بتروح لبي علشان تاخد حاجة من الحمام، وبي بيحاول ان هو يمنعها وبيجيب لها سيرة حبيبة بيوان وهي بتتضايق جدا وبتمشي، وشيشي بتسمعه وبتطلع من الحمام وبتسأله على حبيبة بيوان، وهي بتلبس وبتروح عند بيت بيوان وبتفتكر انها اتخانقت مع بيوان بعد ما اخوها نزل وهي عرفت ان سوينج عرفت
عرف بعلاقتهم وطلعوا وراحوا السينما واتفقوا يتقابلوا تاني يوم لكن من غير خناق، وهي بتحضر له الفطار. لكن بيوان بيقول لها انا عندي ميعاد في الموقع ساعتين وهاجي على طول، وبيطلع يمشي. وشيشي واصحابها بيكونوا عرفوا ان حبيبة بيوان موجودة في بيته وبيقرروا انهم يروحوا ويطبوا عليها. وفي الوقت ده هي بتنظف الشقة وبيدخلوا البيت وبيعتبروها الخدامة، وبتدخل هي تتصل على بيوان وبتعرفه ان اصحابه موجودين وبتخليه يتعامل معاها على انها الخدامة بتاعته. وبيوان بيجي واصحابه بياخدوا راحتهم في البيت على الاخر، وهي بتسيب الحاجات اللي في ايديها وبتطلع. وبيوان بيلحقها في الاسانسير وبرده السناجل نغمض عينين. وبيوان بيقول لهي ما عادش ينفع الكلام ده، انا لازم اقول للناس كلها انك حبيبتي وما يهمنيش لو اخوك عرف وضربني. وهي بتقول له خلاص سيبني واعمل اللي انت عاوزه، وبتمشي وبتسيبه. وتس وجين صاحبتهم بيطلعوا مع بعض، وتس بتروح لهي في النادي لانها بتكون مرتبطه بميعاد مع ليه، وبيجي ليه وبيتعرفوا على بعض وبيبداوا يلعبوا. وبعد ما بيخلصوا هي بتمثل ان جالها مشوار عشان تسيبهم مع بعض، لكن ليه بيكون فاهم اللي بيحصل وبيكون متضايق جدا من هي. وهي بتروح على البيت عشان تكمل غدا مع اهلها، وبتحكي لهم انها رتبت ميعاد بين ليه وسونج، وتقريبا كده مامتها يا حبيبتي كان هيجي لها جلط. حرام عليك يا بنتي هتجلطيها بتصرفات. وفجاه هي بتعرف ان بي مع بيوان، وبتفكر ان بيوان هيقول لاخوها عن علاقتهم ببعض، وبتجري تلحقه قبل ما يقول له اي حاجه. وبتفضل تشرب بيره لحد ما بتسكر. وفي نفس الوقت ليه بيكون قاعد مع شيشي وبتحكي له اللي حصل في بيت بيوان، وليه بيلفت نظرها ان الخدامه دي هي حبيبته. وشيشي بتكون زعلانه جدا انها ما شافتهاش. ومن ناحيه تانية هي بتكون سكرانه خالص، وحبيبه بي بتجيله وبيطلع يشوفها وهي بتعلن حبها قدام الناس في المطعم. وبعدين معاكوا بقى المهم ان تاني يوم بيجي وهي بتصحى ومش فاكره اي حاجه من اللي حصل بعد البوسه، ووصلت ازاي للسرير ما تعرفش. وبتقوم من النوم وبتلاقي ليه مع مامتها وجايب لها جهاز لرجليها، وبتقعد معاه وبتعرف منه هو اتعامل كويس مع تيس ولا لا، وبيحكي لها عمل ايه. وهي بتكون مبسوطه جدا. وتيس بتوصل الشركه، وخبر تغيير المدير بيكون منتشر في الشركه كلها. وهي بتصحى من النوم وبتفضل تفتكر ايه اللي حصل. وبتقابل بيوان، والموظفه دي بتقول لها الخبر انتشر في جروب الشركه كلها، انت ليه مخبيه الموضوع؟ وهي بتفهم غلط وبتكون فاكره انها بتتكلم عن العلاقه اللي بينها وبين بيوان، لكن في الحقيقه هي كانت بتتكلم على ان مدير الشركه اتغير. وبتدخل مكتبها وبتشوف جروب الشركه، وبتلاقي كارت على مكتبها وبيكون مكتوب فيه قابليني في الكافيتيريا، وبيكون هو نفس الكارت اللي كان في بوكيه الورد. وبتفهم ان في حد من الشركه عارف بعلاقتهم، وبتتصدم صدمه كبيره لدرجه ان الصدمه بتعميها وبتخليها مش شايفه اي حد قدامها لحد ميعاد الغدا. وبتتغدى مع الموظفين وبتلاقيهم بيتكلموا عن المدير الجديد. وبعد الغدا بتروح تقعد في الكافيتيريا وبتلاقي جين جاي وبيقعد معاها وبيقول لها ان اللي هيكون مدير الشركه واحده ست، وهي نفسها شافتها مع بيوان قبل كده وكانت بتجيب له هدايا كمان. وهي بتشكره وبتوعده ان الكلام ده يفضل سر بينهم. وبتطلع تتصل على حد من صحابها عشان تتكلم معاه، لكن للاسف بتلاقي كل واحد مشغول في حياته. وبتلاقي اخوها جاي وبيقعد معاه وبيعرف منها مواصفات الست دي. وبي بيقول لها ان دي حبيبته القديمه وهو بيبعدها عنه وانفصلوا من زمان جدا. وهوب بتلاقي حبيبه بي قدامها ومش مصدقه ان هي اخته، وبتستجوب العيله كلها. وتاني يوم بيوان بيروح على مكتب هي وبيقدم استقالته، وهي بتفهم ان هو مش عاوز يكون في نفس المكان اللي فيه حبيبته القديمه، لكن للاسف لازم يكمل شهر على ما يسلم الشغل اللي في ايده. وهي بتطلع مع زمايلها وبتقضي يوم في المطعم وبيتكلموا عن بطولاتهم. وبتطلع هي وبتروح البيت وبتبدا تحضر في هدايا الفالنتاين. وتاني يوم بيوان بيروح شقه شيشي وبيبدا فيها تجهيزات وبيخلص. وشيشي بتحاول تعرف منه ان الخدامه اللي شافوها هي حبيبته، وفعلا بيوان بيقول لها. وبرده شيشي ما زالت مصره انه بيعاملها زي اخته الصغيره. وفي الشركه بيبداوا توزيع الهدايا وكل واحد بيفتح هديته وبيكون مبسوط منها جدا وبيكملوا شغلهم. وتس بتطلع مع جين على شغل في موقع وبتلاقي ليه مستني هي تحت الشركه وبتروح تسلم عليه. وجين بيتضايق جدا وبيمشي، فبتروح وراه. وهي بتروح مع ليه على المطعم وبيحاول يقنعها انهم يتصوروا مع بعض عشان يبعت الصوره لاخته على انها حبيبته عشان تبطل تزن عليه. وفعلا بيتصوروا مع بعض وبيبعت الصوره. وتس بتروح تقابل العميل وبيفضل يعاكسها، وبتيجي مراته عشان تضربها بالقلم، لكن جين بيحوشها عنها. ومراته بتزعق لها انها فضلت تتكلم رغم انه كان بيعاكسها في الشات. وجين وتس بيطلعوا يقعدوا في الحديقه مع بعض، لكن جين بيكون متضايق منها جدا وبيقطع علاقته معاها وبيسيبها ويمشي. وبيوان وهي بيتقابلوا مع بعض وبيخرجوا سوا وبيلعبوا في التين كمان جاكوا الارض وبياخدوا الهدايا وبيروحوا. وبيصحى بيوان تاني يوم وما بيلاقيش هي جنبه، وبتكون سايبه له رساله وراحت على شركتها. وفي الشركه صاحبة هي بتجيلها عشان تجدد لها بيتها، وبيكون باين عليها انها غيرانه من هي جدا. وهي بتقول لها كل المعلومات وبتنادي على تس عشان تحدد الاسعار. ووقت الغدا بتنزل هي مع تس عشان تتغدى وبتتكلم عن ليه. وفي نفس الوقت ليه بيكون قاعد مع شيشي وبتحاول تقنعه بدش غالي شويتين علشان يجيبه لها، لكن ليه ما
بيقتنعش ابدا، وبيقول لها حسي بقى بقيمه الفلوس اللي بنجيبها احسن. وهي بتكون في الشركه ومعاها ورقه البعثه لبيوان، وبتفتكر ان بي اداها لها قبلها بيوم، وبتكون زعلانه جدا ان بيوان هيسافر خلاص وهيسيبها. وفي الكليه بيوان بيكون مع بي وبيعرفوا انه خلاص هيتخرج وبيسيبه ويمشي. وفي مكتب ليه هي وتس بيكونوا موجودين وبيلعبوا بلياردو مع ليه وهي بتغلبه. وفي نفس الوقت بيوان بيكون قاعد مع حبيبته القديمه وبيتكلم عن هي وانها مش هتقف في طريق نجاحه وهتشجعه كمان، لكن هو اللي مش قادر يبعد عنها ابدا. وليه بيكون هيتجنن عشان هي قدرت تكسبه في البلياردو وبتعرف تلعب كل حاجه. وهي بتكون هاديه جدا وبتعرفه ان اخوها وباباها علموها اللعبه دي من زمان. وبتروح على البيت وبتتكلم مع بيوان وبيعرفها ان حفله تخرجه بكره وانها لازم تحضر. وتاني يوم هي بتاخد سوينج وبتروح تحضر الحفله، وبعدين بيطلعوا يتغدوا. وبيوان بيعرف من هي ان سوينج كانت في علاقه مع بي اخوها لما كانوا صغيرين يعني، وبيفضلوا يضحكوا عليها. وشيشي بتحاول تعمل كل حاجه تطلع في ايديها عشان تقدر تجيب الدش اللي نفسها فيه، لدرجه انها بدات تبيع شنطتها البراند علشان تجيبه، لكن البنات سابوها ومشوا وما اشتروش منها حاجه. وبنروح لهي اللي بتروح تجيب ورد في عيد ميلاد صاحبتها، وبتعرض عليها انها تجيب حبيبها معاها عشان صاحبتها ايمي ما بتبطلش كلام عليها. وبتفكر هي انها تجيب اخوها معاها على انه حبيبها، لكن ما بيكونش فاضي وبيكون طالع مع حبيبته، وبتضطر انها تجيب معاها ليه علشان يوصلها قدام الباب ويمشي هو. وبتخلي صاحبتها تشوفه وبتطلع معاها العيد ميلاد، لكن صاحبتها ايمي تسكت لا ابدا، بتقول لها قدام كل اللي قاعدين ان هي مأجره واحد يوصلها ويمثل ان هو حبيبها. فهي بتتضايق جدا وبتقوم تمشي. لكن فجأة، طب لو عاوزين تعرفوا بقى لكن فجأة ايه، استنوني في الجزء الجديد. ولحد هنا بيخلص جزئنا، ويا ريت كل اخواتي يواظبوا على الصلاة في مواعيدها. ولو عجبكم الفيديو يا ريت ما تبخلوش علينا باللايك، ولو اول مرة تتفرجوا علينا يا ريت تعملوا لنا اشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد بنقدمه، وان شاء الله اللي جاي هيعجبكم اكتر واكتر.